cet événement, cette conférence, il a mis le doigt sur un élément très important, sur un sujet qui s'est transformé en un événement, un sujet à un phénomène de plus complexe dans notre village planétaire et notre monde en tant que والداعي الاساسي دائما ان الامس ذاك تواصل الطلاب الى اوقات متاخره من الليل وتجد الشكر بشكل سري وبشكل علني لاخ وزميل السي قصدي في مشاكل كان السي مدير مختبر القائد العام للعلوم السياسيه. شباب الكيلومتر خاصنا 500 متر وكيعطينا واحد الصنبه اللي فيها واحد البيس. هذيك البيس يعني كتبين مدى الدقه في العاب القوى. يعني ذاك البيس اذا ما دارش شي اتليت. عبد اللطيف مسكفي، استاذ القانون والدستور والعلوم السياسيه بكليه الحقوق في الدار البيضاء، في نفس الوقت نائب رئيس مقاطعه عثمان مكلف الشؤون الرياضيه، رئيس فريق الاتحاد العثماني كره القدم قسم الشرفي الاول. اليوم سعداء برحاب كليه العلوم القانون الاقتصادي والاجتماعيه عين شوق الدار البيضاء ان ننظم هذه الندوه المتميزه، ندوه تحمل عنوان الرياضه والقانون والتنميه، وتاتي في اطار سياق عام، سياق وطني، سياق دولي، سياق وطني يتميز بالنجاحات الباهره التي حققها المنتخبات المغربيه خصوصا على صعيد كره القدم بمختلف مستوياتها، العمريه والفئويه وانواع رياضه كره القدم سواء داخل القاعه او خارج القاعه. وكذلك في اطار كذلك التوجه العام للتصور الملكي من خلال الدور الذي يقوم به الملك محمد السادس نصر الله في هذا المجال، ونصر الدور كذلك الاساسي لاكاديميه محمد السادس كره القدم. ونحن امام رهان يعني دولي متعلق وافريقي متعلق بكاس تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم. الندوه التي تم تنظيمها من طرف مختبر القانون العام للعلوم السياسيه واللجنه المنظمه من فريق البحث للعلوم الاداريه والبيئيه والماليه، هي تسلط الضوء من خلال قراءات متقاطعه تشمل ما هو قانوني، ما هو اداري، ما هو قانون خاص، ما هو تجاري، ما هو سوسيولوجي. نحاول من خلاله من خلال الندوه ان نقدم اجابات شافيه، على اعتبار ان الجامعه تعتبر مسؤوله لتقديم اجابات شافيه الاشكالات المطروحه على مستوى المتدخلين في اللعبه، سواء كانوا مزاولين سواء كانوا مدبرين وكذلك المستفيدين او الجمهور بصفه عامه. هناك تحديات مطروحه على مستوى الجماهير التي تؤثر الفضاء الرياضي من خلال اولا الشعارات السياسيه، من خلال كذلك التي قد تكون لها طابع سياسي اكثر من هو طابع يعني طابع رياضي، كذلك من خلال كذلك الاشكالات المطروحه على مستوى الطبيعه الاقتصادي والتجاري للعمل للعبه الرياضيه وخاصه كره القدم، كذلك من خلال جانب اخر متعلق بالجانب القانوني وما يطرحه من افاق مستقبليه تقتضي الاجابات شافيه. وهذا ما تحاول الندوه من خلال المداخلات التي قدمها الساده الباحثون. الكليه استضافت اليوم مجموعه من الباحثين، مجموعه من الممارسين، مجموعه من المختصين في هذا المجال بقراءات متعدده، ونامل ان تنتهي اشغال الندوه بتقديم توصيات لعلها تسهم بجزء مهم في تقديم اجابات على الرهانات المطروحه على الرياضه بصفه عامه بالمغرب وعلى كره القدم بصفه خاصه.